ليش معظم الخطباء يركزون في خطابهم على جانب التخويف من الله ويهملون الجانب الرحماني؟ دائما الحديث عن عذاب القبر وأهوال البرزخ ومواقف يوم القيامة، دخول النار وغيرها من الأمور اللي ترعب الكثير من الناس. فليش الخطباء يذكرون هذا الجانب اللي هو جانب التخويف ويغضون النظر عن جانب الرحمة، ما يركزون على أنه الله رحيم ويطمئنون الناس بالرحمة بدلا عن الوعيد بالعذاب؟ ببساطة لو سلمنا بهذا الأمر وكان فعلا معظم الخطباء يركزون على جانب التخويف، فكلنا نعرف أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم صفات التخويف وذكر صفات الرحمة، فمرة نشوفه يوعد بالعذاب ومرة نشوفه يوعد بالرحمة ومرة نشوفه يذكر الأمرين معا. فاللي يقرأ القرآن لازم يتأمل بيا مورد الوعد بالرحمة وبيا مورد الوعيد بالعذاب، بالإضافة إلى الأحاديث والروايات اللي ذكرت تفاصيل هاي الأمور وبينت أن الإنسان لابد أن يعيش في حالة وسط بين الرجاء لرحمة الله تعالى وبين الخوف من غضبه. قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال أيضا: نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال أيضا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وغيرها من الآيات الكريمة. فإذا كان هالشكل الأمور بحسب هاي الآيات، نرجع لسؤالنا: ليش الخطيب يركز على جوانب التخويف فقط؟ الجواب: لو نرجع للقرآن راح نشوفه يذكر فقرة مهمة، وهي أن الغالب في الناس هو عدم الإيمان. غالبية الناس غير مؤمنين، أو على الأقل أكثرهم عصاة. وهذه بعض النماذج من القرآن الكريم. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال أيضا: إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي آية أخرى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال أيضا: وإن تطع من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال أيضا: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وغيرها الكثير من الآيات. فالخطيب بما أنه يخاطب الجمهور بصورة عامة، ما يخاطب فرد واحد، والأغلبية بحسب وصف القرآن هذا حالهم، غير مؤمنين أو عاصين، فلازم يركز على جانب التخويف. وإلا إذا كان الكلام فقط عن الرحمة الإلهية راح يتمادى المذنب بذنبه ويستمر بعصيانه. والله شنو الله غفور رحيم، فناخذ راحتنا بعد. ولكن لو عكسنا الحالة وكان الخطاب مع فرد واحد أو مجموعة وكانوا كلهم رايحين زايد بالخوف من الله، هنا لازم الكلام وياهم يكون عن الجانب الرحماني حتى يعتدل أمرهم ويرجعون إلى حالة التوازن المطلوبة منه. وهذا يرجع طبعا إلى كياسة الخطيب ورجاحة عقله وبعد نظره ووزارة علمه. التوازن هو الصحيح، أمر بين الأمرين. هاي القاعدة اللي قالها جعفر الصادق وأئمة آل البيت عليهم السلام، أمر بين الأمرين. هذا هو الصحيح. ولهذا شوفون القرآن مرة يقول خافوا، مرة يقول أرجوا، مرة يقول تخافون تخشون، مرة يقول تطمئنون. زين هسه احنا نخاف من الله ونطمئن لله، يقول الثنين. شلون يصير؟ يقول هاي ابن حار وذيك شنو؟ ابن حار. الخلاصة هي أن الإنسان يجب أن يعادل ويوازن بين الخوف والرجاء في نفسه وفي قلبه. أعطيكم إياها أخواني بشكل عامي. يعني لازم الواحد يكون عنده 50% خوف و50% شنو؟ رجاء. لا يزيد هذا على هذا ولا ذاك على هذا. وهنا يجي دورنا في أهمية أخذ المعلومة والاستماع إلى الخطاب الديني من الخطباء المرموقين العقلاء الحاذقين. وختاما يروى عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: خير الأعمال اعتدال الرجاء والخوف. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أرجو الله رجاء لا يجرئك على معاصيه، وخف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته. كما يقول علماء الكلام عندنا من أن الرحمة أبرز صفاته تبارك وتعالى، يقولون رحمته حاكمة على عدالته. هل هناك أعظم من العدالة؟ ليس هناك شيء أعظم من العدالة، ومع ذلك رحمته حاكمة على عدالته تبارك وتعالى. مقتضى عدالته أن يعاقب العاصي، مقتضى عدالته أن يعاقب المذنب، ولكن مقتضى رحمته أن يعفو وأن يغفر عن المذنبين. مقتضى رحمته إعطاء الشفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وآله، وهذا من جملة كونه رحمة للعالمين أن له مقام الشفاعة صلى الله عليه وآله. يا من رحمته سبقت غضبه ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث الشريف: إن الله لتنشر رحمته يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته تبارك وتعالى. كل هذا لأجل بيان حكومة رحمة
ذاته، يعني أن الصفة الأولى المسيطرة على نظام هذا الوجود كله في الدنيا والآخرة هي صفة الرحمة الإلهية، وهي الحاكمة على سائر الصفات. ورحمتي وسعت كل شيء. لأجل ذلك التركيز على صفة الرحمة لإعطاء هذا الإنسان نشوة من الرجاء ونشوة من العلاقة النفسية بربه. فإن هذا الإنسان لو ارتكز على الخوف وارتكز على منطق العقوبة وارتكز على منطق الوعيد فربما يجره ذلك إلى العزلة والكآبة، ويجره ذلك إلى عدم الثقة بالله تبارك وتعالى وعدم الثقة بنفسه، من أجل إعطائه شحنة روحية تدفعه نحو العبادة، تدفعه إلى أن يغير الصفحات السوداء إلى صفحات بيضاء، تدفعه إلى أن ينطلق في بناء الحياة ولا ينعزل، من أجل إعطائه هذه الدافعية الذاتية للبناء والعطاء. هناك تركيز على صفة الرحمة حتى يتعلق بهذه الرحمة وينجذب إلى ربه.